السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فراخ بطريقه جميله جدا بتتبيله مميزه بطعم لذيذ هتشرفك وهتحبيها في عزوماتك واولادك في العادي او ضيوفك هيحبوها. هنشوف مع بعض المكونات بتاع التتبيله اللي هنتبل فيها الفراخ. الاول معايا هنا 2 طماطم، معايا بصلايه، معايا 3 فصوص توم، التوم حجمه كبير، معايا ليمونيه، معايا كوبايه زبادي، معايا التوابل بتاعتي. والتوابل دي انا هقول اللي انا بستخدمه وانتي استخدمي المتاح ليكي او اللي بتحبي طعمه. تمام. معايا بابريكا او شطه، معايا حبهان مطحون، نص معلقه بابريكا، ربع معلقه او حاجه بس اقل من ربع معلقه حبهان مطحون، نص معلقه زنجبيل، نص معلقه قرفه، نص معلقه كركم، معلقه فلفل اسمر، كل دي معالق شاي صغيره، معلقه ملح كبيره، نص معلقه بصل بودر، نص معلقه ثوم بودر. استخدمت البصل والثوم لان دول بيدوا طعم، لكن المجفف بيدي ريحه اقوى. ومعايا الزبادي زي ما قلت. هنجيب كل الحاجات دي كلها واحطها مع بعض في الخلاط في الكبه، يعني حتى لو هضطر ابشر الطماطم وابشر البصل واخلطهم، المناسب ليكي استخدميه. بعد ما ضربت التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين لونها كده جميل جدا وريحتها خطيره، يعني طعمها كده لوحدها تتاكل. هجيب معايا بقى الفراخ ايا كان بقى، فراخ كامله، اوراق، وراك مش اوراق عشان في ناس مش عاجباها كلمه اوراق هم وراك يعني. هجيب معايا السكينه وافتح بس فيها كده، خفيف من يمه جوه مش من يمه الجلد، يعني عايزه ادي شكل الجلد زي ما هو حلو كده، فتحات خفيفه كده. دي هتخلي التتبيله تشرب جواها كده وتديها طعم خطير. اهي الصدر كمان اهو، الصدر بقى عشان طبيعي اصلا بيسيب الجلد ويمشي لوحده. هديها تكتين كده مع الصدر، بتديله طراوه حلوه قوي، يعني ما تقولوش الصدر هيطلع ناشف، لا، التتبيله بالزبادي بالليمون بالطماطم بالليله دي كلها كده بتلاقوا حاجه مميزه قوي يعني. خلاص هسيبها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، هقلبها يعني في التتبيله واسيبها ساعه 2 3، يعني اللي يريحك، ولو ما سبتهاش خالص برضه مفيش اي مشاكل يعني. وبعد كده هحطها عندي في الصينيه. بعد بقى ما سبتها شويه حلوين كده اتشربت بقى من التتبيله وتغلغلت فيها، هرصها بقى في الصينيه واشغل عندي الفرن على درجه حراره 200. هغطيها مبدئيا، غطي زي ما بتحبي تغطي، يعني انا مش بجبرك تغطي بورق فويل او تغطي بورق فرن وبعد كده تحطي ورق فويل، لا ده راجع ليكي انت، عشان بس محدش يقول لي ده غلط وده صح. هو الصح بالنسبه لي واللي انا سالت عليه انك تحطي ورق فويل، ورق فرن الاول وبعد كده تحطي عليه ورق الفويل، ما تحطيش ورق الفويل مباشر. تمام. واحطها لغايه لما تستوي، هتنيني مغطيه عليها لغايه لما تستوي. بعد ما تستوي هروح مطلعاها فوق تحت الشوايه بشويه كده وافتح عليها الشوايه بقى تاخد اللون الجميل. وزي ما انتم شايفين معايا شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت، بصراحه مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، ريحه فظيعه فظيعه فظيعه. غير كده الصدر طري جدا مش ناشف خالص، لونها كده حلو ويفتح النفس لما تبقى للضيوف لعزومات لاولادك، حتى في العادي ما بتاخدش وقت ولا مجهود في عمايلها، وان شاء الله تكون سهله عليكم وتشرفك برضو سواء في بيتك سواء مع ضيوفك. ان شاء الله لما تجربوا الوصفه تقولوا لي عملت معاكم ايه باذن الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للقناه وتفعلوا الجرس، عشان خاطر لما بتفعلوا الجرس اي فيديو انا بنزله بيوصلوك باشعار. لو الجرس مش متفعل ما بتقدروش تتابعوا القناه، وبالتالي في وصفات كتير قوي بتفوتكم وانا اتمنى ان مفيش حاجه تفوتكم عندي في القناه، عشان احب اسمع تعليقاتكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه لاني انا بستفيد بيها. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.